في يوم من أيام التسعينات كلم الإعلامي الراحل مفيد فوزي الشيخ الشعراوي، وطلب منه ميعاد عشان يعمل معاه حوار تلفزيوني في بيت الشعراوي لبرنامجه الشهير وقتها والمعروف باسم حديث المدينة، واللي كان بيتذاع على التلفزيون الرسمي للدولة ومحقق نجاح. مفيد فوزي حاول كتير والفترة طويلة إنه ياخد موافقة الشعراوي، وبعد إلحاح ومحاولات كتيرة وافق الشعراوي يعمل معاه الحوار. مفيد فوزي كان واثق ومتأكد وقتها إن ده هيكون واحد من أقوى الحلقات والحوارات اللي هيعملها في حياته وتاريخه الإعلامي، وإنه هيحقق نجاح في الحلقة دي يلف مصر والعالم العربي كله. لكن اللي حصل بعد كده صدم مفيد فوزي وقلب كل أمنياته وأحلامه رأسا على عقب، وكأن الحلقة دي كانت كابوس بالنسبة لمفيد فوزي. تعالوا أحكي لكم اللي حصل. في اليوم المقصود للحلقة صحي مفيد من النوم الصبح وخد بعضه وجري فورا على بيت الشعراوي عشان يعمل معاه الحوار، وكان كله نشاط وحماس وبيفكر طول الليل في أسئلة الحلقة. وطبعا ما راحش لوحده، كان معاه طاقم العمل كله، ومعاه كمان مجموعة من أصدقائه اللي راحوا معاه عشان يحضروا الحوار التاريخي بينه وبين الشعراوي، واللي هيبقى علامة في تاريخ مفيد. مفيد فوزي كان مراهن أصحابه إن الحلقة دي هتكون قوية جدا ومليانة بالتفاصيل المثيرة للجدل، وإنه هيحاصر الشعراوي بالأسئلة على قد ما يقدر، وهيحاول يستفزه أكتر من أي ضيف عشان يخرج منه أقوى الردود والإجابات. ومعروف أصلا عن الشيخ الشعراوي إنه مش بيتجمل، ومفيد فوزي كان عاوز منه ردود غير عادية ما يكونش قالها قبل كده في أي برنامج أو حوار تلفزيوني، وحضر أسئلته المستفزة للحلقة على الأساس ده، وهدفه إن الشعراوي يظهر في برنامجه كما لم يظهر من قبل، وتبقى الحلقة دي للتاريخ زي ما بيقولوا، ويقلب الدنيا بنجاحه. وأول ما وصل مفيد وطاقم العمل لبيت الشعراوي رحب بيهم جدا. والحقيقة إن الشعراوي كان معروف دايما بحسن الضيافة وكرمه مع الناس اللي بتيجي تزوره في بيته، وده اللي عمله فعلا مع مفيد وفريق العمل بتاعه. لما وصلوا رحب بيهم وسلم عليهم، وبعد السلام والتحية والترحيب قعد الشعراوي قدام مفيد فوزي وبدأوا تصوير الحلقة. وهنا بقى كل حاجة اتغيرت. الشيخ الشعراوي اتصدم أول ما بدأ يسمع الأسئلة اللي بتتوجه له، وشه اتقلب واتغير واتضايق جدا، لكنه حاول في نفس الوقت يحتفظ بهدوءه ويرد على أسئلة مفيد فوزي بالراحة عشان يعدي الحلقة على خير. لكنه اتفاجئ من إصرار مفيد فوزي برضه على استفزازه، واللي كان بيسأله أسئلة كلها من نوعية انت متهم بكده ومتورط في كذا، وما ردك على من يقول كده. ولما كان الشيخ الشعراوي يبدأ يجاوب ويرد على الاتهامات كان مفيد فوزي بيقاطعه ويرد عليه على طول وكأنه بيستجوبه. مرة على مرة انفعل الشيخ الشعراوي وطلب وقف الحوار تماما، وقال وقفوا التصوير، وبص لمفيد فوزي وقال له ايه قلة الأدب والوقاحة اللي انت فيها دي؟ انت جاي تسألني وتحاورني ولا جاي تتهمني وتحقق معايا؟ انا ما اقبلش بالطريقة دي ابدا. مفيد فوزي حاول يرد على الشيخ الشعراوي ويلم الموقف، لكن الشعراوي كان غضبان جدا من طريقة مفيد معاه، ومفيد أدرك وقتها إنه زودها قوي، وقال للشيخ الشعراوي أنا مش هكمل تصوير معاك، وقفوا التصوير فورا. وأمر كمان بسحب الشريط اللي سجل الحوار من الكاميرات. مش بس كده، ده طرد مفيد فوزي من البيت وقال له اطلع بره. مفيد فوزي حس إنه غلط وبوظ الدنيا، وحس بإحراج شديد وحس بإهانة، وخرج من بيت الشعراوي ووشه جايب ألوان، متضايق جدا ومتغاظ وعمال ينفخ. وطاقم العمل بيهديه وهو في عالم تاني ورافض يتكلم مع أي حد تماما لحد ما وصل بيته، خصوصا إن الموقف ده حصل قدام عدد كبير من الناس، وكان من ضمنهم فريق العمل بتاعه وكمان أصحابه اللي جم مخصوص عشان يشوفوا الحوار اللي المفروض كان يبقى تاريخي. لكن الحوار ما اكتملش من أساسه، وموقف طرد مفيد فوزي من بيت شعراوي هو اللي أصبح موقف تاريخي. رحم الله الشيخ محمد